هي في شروط معينة عشان الابن ياخد نفقة من أبوه؟ طب لو الابن ده مختلف مع أبوه في الدين، مش على الديانة اللي أبوه عليها، ياخد منه نفقة برضه؟ ده اللي هرد عليه مع بعض النهارده. فيه 3 شروط لابد يتوفروا عشان الابن ياخد نفقة من أبوه. ال3 شروط دول كالآتي: إن يكون الابن فقير ما عندوش مال. يعني الابن لو عنده مال يبقى ما ياخدش من أبوه، لا، يبقى المال بتاعه يتصرف منه عليه. ما عندوش مال، أبوه اللي ملزم بالنفقة على ابنه. طب الابن عنده مال ولكن المال ده مش كتير، مش بيكفي الحاجة، يصرف من ماله اللي هو المخصص له، والمبلغ المتبقي أبوه يلتزم بالتكملة. يبقى في البداية الابن عنده مال، يبقى نفقة الابن ده أو الولد ده من ماله. طب ما عندوش مال، يبقى نفقة الابن على أبيه، ده واجب، ده أول شرط. التاني إن يكون الابن بقى عاجز أو صغير أو بيتعلم في حاجة معطلاه، إن ما يبقاش عنده مال، ما عندوش كسب. يبقى لو في التعليم أبوه ملزم بالنفقة عليه. طب لو صغير أبوه ملزم بالنفقة عليه، ما عندوش مال الولد، يبقى أبوه ملزم بالنفقة عليه. طب عاجز، طب زي ما قلنا عنده لكن مش بيكفي، في كل الحالات دي أبوه ملزم بالنفقة عليه. يبقى الولد ما عندوش مال أو عنده مال مش بيكفي أو عاجز أو بيتعلم أو عنده أو الولد صغير، كل دي أمور لابد تلزم إن الأب ينفق على ابنه. الثالث إن الأب يكون غني وعنده المقدرة إنه ينفق على ابنه، حتى لو ابنه عنده مال مش مكفيه، الأب عنده مال بوفرة. في الحالة دي ينفق ذو سعة من سعته. يبقى الأب هنا ملزم بالإنفاق على ابنه بالقدر اللي يكفي حاجته الضرورية واللازمة للمعيشة له، تعليم، أكل، شرب، حياة كاملة، لابد الأب يكون ملزم بيها. طب البنت ولا الابن اللي مختلفة مع أبوها في الدين، هو على ديانة وهي على ديانة تانية، الولد على ديانة وأبوه على ديانة تانية، الأب في الحالة دي ملزم بالإنفاق على ابنه أو على بنته اللي مش معاه في الدين. هو مسلم، هي مسيحية، هي مسيحية، الابن مش على نفس ديانة أبوه، ولا البنت مش على نفس ديانة أمها على أبوها. يبقى في الحالة دي فيه نفقة على الأب اللي ولاده مش على نفس الديانة معاه. النفقة واجبة عليه طالما الابن ما عندوش مال، الابن عاجز، الابن بيتعلم، حتى لو مختلف معاه في الديانة الأب ملزم بالإنفاق على ابنه حتى لو مختلف معاه في الدين. طالما الابن عاجز وما عندوش مال، الابن بيتعلم في أمور هنا لابد الأب يراعيها، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، اللي حتى رزقه ضيق لينفق مما آتاه الله. في وقت معين الأم ملزمة إنها ترفع فيه الدعوة عشان تطالب الأب بنفقة، يعني نفقة الصغار. فيه وقت معين الأم ملزمة إنها ترفع به القضية أو ترفع بمدة معينة عشان تطلع نفقة لأولادها. القانون هنا اتكلم في الحتة ديت إن نفقة الصغار بالذات يمكن مختلفة عن نفقة الزوجية، ملهاش وقت، ممكن الأم تطالب بيها بأي مدة سابقة، شهر 2 3 4، زي نفقة العدة مثلا ال3 شهور. يعني نفقة الصغار القانون مهون فيها شويتين، ان الابن له حق في النفقة، فما ينفعش ان الاب يتكاسل او الاب ينكر مسؤوليته ويتخلى عن كونه اب، وعن انه هو الموجوب عليه حكم وجوبي بالانفاق على ابنه، فما ينفعش ان يتخلى عن المسؤوليه دي. ففي الحاله دي لابد الام ترفع قضيه باي مده الاب كان تارك فيها ولاده من غير نفقه، شهر 2 3 اكتر اقل، والقاضي يحكم لها بيها ان شاء الله. واحنا معاكم دايما في اي سؤال زي ما قلنا قانوني شرعي، اي سؤال احنا تحت امركم، وفي اي جديد احنا معاكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.